ليلة خطف مذيع لامع. يلا يا جماعة احنا على الهوا. 5 4 3 2 1. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه النهارده. انا بعتذر لكم عشان زميلنا عمرو مش معانا، لكن ان شاء الله هيبقى معانا في حلقه بكره، وده عشان عنده شويه ظروف خاصه النهاردة عندنا مشكلة مهمة جدا. طب نكمل كلامنا بعد ما نعرف الاتصال اللي معانا من مين يا ترى. ايوه استاذ رجاء، ازيك يا مستر عيز؟ شايف برضه تضحكوا على الجمهور والناس اللي بتتفرج عليكم يا جماعه. انا بعلن خبر اختطاف عمرو اديب على الهوا. اقطع الاتصال، رحنا في داهية. مفيش فايدة، الخبر اتسرب. يا فتاح يا علي ما رزاق يا كريم. مالك يا عم انت على الصبح قافش علينا ليه؟ انتوا متأكدين يا استاذ هنيد ان المحطة دي موجودة في الباقة بتاعتكم؟ وهو في محطة في البلد ما بتجيش في الوصلة اللي انت مركبها لنا؟ دي محطة مصر نفسها بتيجي عندنا. ليه؟ هو انتوا واخدين الوصلة ام كام؟ الوصلة ام كام؟ هو في كام واحدة؟ في الوصلة ام 15 جنيه اللي بتجيب معتز ومنى الشاذلي وشوبير والبيت بيتك، وفي ام 20 اللي بتجيب دول كلهم ومعاهم عمرو. عمرو خالد ولا عمرو اديب؟ الاتنين، ومعاهم كمان عمرو الليثي. وفي الوصلة ام 35 اللي بتجيب دول كلهم والدوري الانجليزي وكوكب الحيوانات. انتوا بقى واخدين ام كام؟ احنا بندفع 20. اول يوم كان على الوصلة قناة بتذيع افلام عربي جديد، اتفرجنا على الفيلم الجديد بتاع حمادة هلال، بس بعد كده ما جاتش تاني. يا استاذ مشي حالك، انت مركب حته وصله ب20 بتجيب لك 50 قناه، لما تقع واحده ما اجراش حاجه، ولا هو يعني اكل وبحلاه؟ تصدق ان انا غلطان اصلا اني طوعت كلب البحر وجبت وصلة دش عشان واحد تافه زيك يجي يقول لي في الاخر اكل وبحلاه. ولا خد الوصلة بتاعتك يلا من هنا، يلا اتكل على الله امشي، ما اشوفش خلقتك في حدائق القبة دي تاني، امشي. يا هنيدي ما تاخدش الموضوع بحساسية، ما الناس كلها مشتركة في الوصلة دي او سرقاها عادي يعني. اسمع يا صلاح، اللي يسرق النهارده وصلة دش بكره يسرق وصلة نت، واحنا مش حرامية يا صلاح. مالها القناة الأولى؟ ماله برنامج بين الناس؟ مالها مفيدة شيحة؟ ماله عمرو عبد السميع؟ عايزين نغير بقى يا هنيدي. لما يبقى معانا فلوس يا حبيبي ونجيب دش نبقى نغير. خليك كلب بحر محترم بقى. اللي تشوفه يا عم. انت لسه واقف هنا قاعد انت؟ الو الشيخ صالح، انا مسكت الحرام اللي بيسرق الارتي. اقطع الوصله يالا. كانت لمواجهة خناق أسعار كان موجود بالفعل في وضع 2007 و2008، والقرار جاء من أجل معالجته، لكن ما كانش جه قرار علاوة 30% على ما ترد يا عم وخلينا نعرف نتفرج. تتفرج على ايه؟ انت محسسني كده انها الحلقة الأخيرة. الو طارق الناشف من محطة ايه؟ باين الناس عرفت اننا كنا سارقين وصلة. يا فندم المحطة بتاعتكم بطلت تيجي عندنا، احنا خلاص رجعنا الوصلة وبنتفرج على التلفزيون. مش ده الموضوع؟ امال ايه؟ نهار اسود ومنيل، عمرو اديب اتخطف. دي مصيبة، كارثة. عمرو تليفوناته مقفولة ومش في البيت ولا جه الشغل ولا على القهوة. أكيد كلام الراجل ده صح. هنيدي، عمرو اتخطف يا هنيدي. طبعا ممكن يتخطف، خطف جدا جدا، وانا شخصيا كنت متنبئ بخطفه لانه مقلب المواجع على ناس كتيرة قوي. طب حضرتك شاكك في حد معين؟ أنا مش عارف أفكر أصلا. طيب هو كان هيناقش ايه في الحلقة بتاعت النهاردة؟ كان هيناقش فضيحة الدم الملوث. اكيد الدم بتاع الناس اللي ساكنة جنب مصنع الاسمنت بتاع ترى. بس انت يا عبيط، كان في قضية مرفوعة على مستشفى إنها بتعالج العيانين بدم ملوث، وعمرو كان هيناقش القضية دي النهاردة. بس يبقى مفيش غيره، هو صاحب المستشفى اللي خطف عمرو. أبدا، صاحب المستشفى أخد براءة النهاردة، وعمرو كان مستضيفه في البرنامج عشان يقدم مستندات البراءة، والراجل موجود بره لو تحب تقابله. امال مين طيب؟ أرجوك يا سوبر هنيدي، احنا عايزين نلاقي عمرو قبل حلقة بكرة، أحسن هتبقى مصيبة كبيرة. أرجوك اتصرف. ياه، ده حضرتك بتعز الاستاذ عمرو قوي. لا قصدي المشكلة مشكلة معلنين، دي كارثة كارثة. طيب خلاص احنا هنتصرف.
وبعدين يا كلب البحر هنعمل ايه في الشغلانه دي؟ احنا مش هنقدر نعمل حاجة، احنا عايزين بلورة سحرية عشان نعرف نوصل لحل. احنا في الاول نروح نجيب العربيه من عند اسطى شافعي الميكانيكي وبعدين نشوف. لا مؤاخذة يا أستاذ، شايفك متضايق شوية. احكي لي يا ابني، في حاجة لا سمح الله؟ انت مالك يا عم انت هتعمل لي فيها اسامه منير؟ بص قدامك يا باشا، أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. في واحد اسمه عمرو ضايع مننا، ارتحت؟ لا حول الله، تلاقي أمه مموتة نفسها من العياط عليه. هو لا مؤاخذة في السؤال، هو طبيعي ولا متخلف عقليا؟ وهو انت شايفني بقول لك الواد عمرو ابن خالتي هو اللي ضايع مننا؟ ده راجل كبير يا راجل انت. طب ما تعملوا لا مؤاخذة يعني بوسترات وتعلقوها في محطات المترو. بقول لك ايه يا اسطى، نزلني على جنب. وانا كمان. انت بقالك ساعة رايح جاي يا هنيدي زي اللي مراته بتولد. اهدى كده واقعد علشان نعرف نفكر. دلوقتي عمرو ده في ناس كتير تتمنى انه يختفي خالص، ولو شكينا في الناس اللي ليها مصلحة انه يختفي يبقى احنا بنشك في 12 مليون. ده كفاية جمهور الاهلي. بص يا هنيدي، علشان تقلل كمية الناس اللي مشتبه فيهم فكر في الناس اللي عمرو قضى عليهم فعلا، مش في الناس اللي هاجمهم وبس. ما دول برضو مش قليلين عابدين. والله ده بقى اللي عندي. طب ما عندكش حاجة تتاكل؟ في فلفل مسلوق وجبنة براميلي. ايه يا عم الاكل ده؟ انت بوزي ولا ايه؟ انت يا كلب البحر انت مش همك غير بطنك؟ مش تفكر معانا في المشكلة اللي احنا فيها دي؟ ما انا لازم اكل عشان اعرف افكر. مستني ضيوف؟ هو انا في حياتي حد غيركم اصلا؟ انا سألت على الاستاذ هنيدي فقالوا لي انه عندك. انا على ابو شنب من شركة ويك اند مانس اير للبريد السريع، ومعايا طرد الاستاذ سوبر هنيدي. اتفضل امضي. في ايه يا عابدين؟ طرد؟ ايه ده؟ هو انا خدت انذار قبل كده ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى عليه ايه السدايه دي؟ واحنا النهارده فخورين ان برنامجنا قدر من خلال الحمله اللي قمنا بيها الفتره اللي فاتت انه يقضي على التوك توك واللي انتشر في شوارع مصر بطريقه غريبه في الفتره اللي فاتت. وده طبعا بعد شهور من عرض الحوادث والمخالفات اللي بتاعت التوك توك واللي كلنا كنا بنعاني منها. صدر النهارده قرار وقالوا المسؤولين بانهم هيمنعوا وجود التوك توك في شوارع القاهره كلها. والفضل في ده طبعا بقى لبرنامجنا والمسؤولين. يعني ايه الكلام ده؟ اللي سمعوا كلام. يعني في حد بيقول لنا ان المستفيد من خطف عمرو هم الجماعه بتوع التوك توك اللي عمرو فضل وراهم لحد ما طلع لهم قرار ازاله. خد بالك ممكن اللي بعت لك السي دي هايه دي يكون عايز يضللك. احنا نمشي ورا الخيط ده ومش هنخسر اي حاجه. تعال معايا يا صلاح. فين يا استاذ عمرو؟ عايز تسيبنا كده بسرعه؟ استعجل على شغلك ولا ايه؟ مش تقعد شويه مع الناس اللي قطعت عيشك؟ تصدق شكلك في التلفزيون غير على الحقيقه خالص. بقول لك ايه، اجيب لك تاكل موز. يا أستاذ هنيدي، الخطف مش من أخلاق سواقين التوك توك. إحنا ناس محترمين. لما قالوا لنا ما تشتغلوش في القاهرة سمعنا الكلام، وكله دلوقتي يا إما بيشتغل في الفلاحين يا إما شغال في الملاهي. ما عندناش حد يخطف وجو العصابات دي. اكيد في ناس اتضايقت من القرار ده واعترضت عليه. قلة مندسة يا سوبر هنيدي، صدقني. اهو احنا بقى عايزين نعرف مين بقى القله المندسه دي واعترضت ازاي. قعدوا يزعقوا شوية وكانوا عاملين شلة كده زعيمها الواد مختار. قالوا نعمل اعتصامات واضرابات. قلت لهم النقابة ملهاش في الجو ده.
قعد يهلفط شوية وبعدين راح لحاله. ايوه، قاعد يهلفط يقول ايه؟ ما ترد يا عمهم. قعد يقول انا هقطع عيش اللي قطع عيشنا كلنا. بس انا دلوقتي مش عارف هو كان بيقول اي كلام ولا بيتكلم بجد. احب اقول لك انه طلع بجد. ممكن بقى تدلنا على الواد مختار ده فين؟ انا بقى اقطع لك لسانك، هخليك مذيع للصم والبكم، مذيع بلغة الإشارة. زي ما حرمتني من التوك توك بتاعي، انا بقى هحرمك من التوك توك بتاعك. اثبت عندك يا مختار، ما توديش نفسك في داهية. انتوا مين؟ هات السكينة اللي في ايدك دي الاول. سوبر هنيدي وطلعت ازاي؟ انك لله عمرو اديب والاهل حديد. الحمد لله على السلامة يا نجم. انا مش عارف اشكرك ازاي يا سوبر هنيدي. ايه يا عم، ده انا اللي انقذتك ولا هما الزملكاوية؟ يا كلب البحر، يلا يا استاذ عمرو، يلا عشان تلحق الهوا. عايز اقول لك يا هنيدي انك راجل موز موز موز، والبرنامج تحت امرك. تطلب ايه؟ صراحة أنا كنت طالب ديكودر واشتراك في المحطة بتاعتكم عشان صلعت عندي بيحبك جدا وبنحب نتفرج عليكم. بصراحة الاشتراك بتاعكم غالي قوي. طب ما تركب وصلة. وصلة؟